الزمالك بطل الدوري في الكرة الطايرة على حساب الاهلي. وخلي بالك انجاز زي ده لازما اي زملكاوي يكون فرحان بيه في ظل بقى المشاكل الادارية والمشاكل المادية. وليه بقى يعني ده يعتبر انجاز؟ خلي بالك السنة دي الزمالك قابل الاهلي 7 مرات، الاهلي كسب 5 لغاية امبارح، الزمالك كسب امبارح والنهاردة. وخلي بالك ليه انت الواحد فرحان ان الزمالك بدأ يعني ايه يشم نفسه في الطايره. اي حد كان متابع الكره الطايره يحس ان النادي الاهلي راكب اللعبه دي من بدري، من فتره طويله قوي، وهو المسيطر على اللعبه دي في مصر وعلى الزمالك بالذات. واما بيجي يقابلوا بعض تحس كواليتي اللعيبه بتاعت الاهلي اعلى من كواليتي اللعيبه بتاعت الزمالك، وتحس ان هم واثقين من نفسهم ان هم هيكسبوا 3-0 3-1 3-2 حتى لو دخلوك في المباراه. لكن اللي انت تقدر تفوز على الاهلي في مباراتين متتاليين من فتره، وتحس ان الكواليتي اللعيبه بتاع الزمالك بقى كويس جدا، ده حاجه يعني تحسب للاداره وتحسب للعيبه في ظل المشاكل دي بيأدوا. وخلي بالك اللعيبه لما يكون عنده حافز وعايز يلعب وعايز يأدي مهما كانت المشاكل الاداريه او مشاكل الماديه بيلعب وبيعمل للنادي. امبارح الزمالك كسبان الاهلي 3-1، ولو كان كسب النهارده كان هياخد الدوري، والحمد لله كسب 3-2. وخلي بالك مباراة مثيرة النهارده بقى، الزمالك كان كسبان شوطين، ناقص له شوط وبقى ياخد الدوري، خلاص خلصت. الاهلي بيعود برومونتادا غريبة بقى 2-2، وكده لو الاهلي كان كسب النهارده كان يلعبوا ماتش فيصل بكره. وخلي بالك في الشوط الخامس يعني كان خلاص شوطين قدام شوطين، الاهلي كان 13-10 باين او 13-11، يعني خلاص ناقص له نقطتين ويكسب هو النهارده وتتأجل بطل الدوري لبكره. الزمالك بيقدر يعود بريمونتادا تانية وهو اللي ياخد السيطرة ويقدر يفوز بالمباراة الخامسة. المتعة في الأداء وفي المباراة اللي لعيبة الزمالك حاسس ان هم مش متغيرين كتير، يعني مش متابع بس يعني شفت لهم كذا ماتش هم في اختلاف جدا في الأداء، تحس ان لعيبة الزمالك بقت أعلى والكواليتي بتاعها أعلى، ولعيبة الأهلي على فكرة هم اللي هم كانوا بيكسبوا. فدي حاجة تحسب للإدارة وتحسب للعيبة. ويا ريت يعني بتوع الكورة لعيبة الكورة تغير. لعيب الكورة لو بياخد 20 مليون ده ممكن بياخد 10 أو 500 ألف، واخد بالك في السنة، ففرق كبير. وهتلاقي ده برضه عنده مصاريف وعنده التزامات وما بيتكلمش وبيلعب. عندك اليد بتأدي إلا بقى الماتشين اللي فاتوا دول، عندك الطايرة بدأت ما شاء الله، الباسكت كنا احنا كويسين لغاية اما خدوا مننا المدرب. فان شاء الله مع الاستقرار اللي احنا مش شايفينه في نادي الزمالك نقدر نعود لمعظم الالعاب. يعني الزمالك يعود في الكوره، الطايره ما شاء الله ادينا اهو، اليد ترجع، الباسكت نشوف نفسنا ايه المشاكل اللي عندنا. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.